عندي سؤال بقى عن الصداقه. دلوقتي مثلا ولد وبنت اصدقاء او سواء كشله، تمام، بينزلوا يخرجوا مع بعض ويهزروا ويلعبوا وكل الكلام ده، هل ده حرام ولا لا؟ ومفيش في نيه لا مفيش كل واحد اي نيه، منهم. هو بس صداقه وبيهزروا كل الكلام ده مع بعض، فده مش المفروض اختلاط وحرام؟ لا مش حرام. ايه اللي حرام فيه؟ يعني الاختلاط ما بين الولد والبنت مش حرام؟ البشريه كلها كانت على حد الاختلاط، فمش حرام. لا، ما ربنا ما خلقش الكون ده كله، وده موجود عند البدو لا يمكن فيهم تحرش او ما عندهمش ابدا هذا الكلام. مين قال ان البشرية كلها كانت على حد الاختلاط؟ ده الدين الاسلامي نزل علشان يعلي من كرامة المرأة، ده الدين الاسلامي نزل لما كانت المرأة بيتم وقتها، الدين الاسلامي نزل لما كانوا بيبقى شايفين المرأة هي رمز لأي حاجة تانية غير ان هي مكرمة ومعززة. مين قال ان هي قائمة على الاختلاط؟ لو كان الدين الاسلامي قائم على الاختلاط، او كانت بشريتنا نفسها قائمة على الاختلاط، ما كانش جه الدين الاسلامي وصحح المفهوم ده عند البدو اللي بيتكلم عليهم. لازم ناخد بالنا من الكلام ده، لانه ناس كتيره قوي بتحط السم في العسل. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني فلا تخضعن بالقول، يعني ان انتم تكلموا رجال فتكلموا بصوت لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات او اختلاط. وفي واحد لما تكلموا كده يقولوا معرض لا كده ومش عارف ايه، او يبصوا من النظره، فما تدلوش فرصه. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها. ايوه، المسائل عند حدودها. الحل دايما بنلاقيه في الحدود، وحدود شرع ربنا دايما بيقول ولا متخذات اخدانا. مفيش يا جماعه علاقه صداقه بتقوم ما بين الولد والبنت، مفيش وما ينفعش. ولما بنتي تيجي تقول لي هخرج مع صاحبي، نخرج سوا، نخرج في شله، احنا صحاب، بيبقى فيه تجرؤ بشكل كبير جدا جدا جدا، ودي بتبقى مشكله، ومشكله ازليه قائمه في الاجيال اللي احنا فيها واللي احنا شايفينها دلوقتي. ويا سلام بقى لما بناتنا ولا اولادنا يجي يقولوا لي يا ماما معلش بقى خليكي كده فريش وفرافيش بقى، ما تبقيش بقى بتفكير الناس بتوع زمان، واحنا بقينا في جيل غير الجيل وتفكير غير التفكير. احنا مش عايزين نكون فريش وفرافيش، احنا عايزين نمشي على حدود شرع ربنا بس. صعب صعب، محتاجين نربي ونعلم ونكبر على الحدود، وقبل ما نخليهم يلتزموا بالحدود محتاجين احنا نلتزم ونفهم الحدود. فلو سمحتوا خلينا نرجع كده لحدود شرع ربنا، ونبدأ نتعلم الحدود ونبدأ نطبق الحدود، علشان خاطر مش كل حد بيقول كلام يبقى احنا نصدقه ونمشي وراه، لانه من ورا الكلام ده هيحصل مصايب كتيرة قوي، في حين انه احنا في غنى عنها كلها. اتمنى ان انا اسمع ارائكم ونتناقش في الموضوع ده، تقولوا لي ايه رايكم. طيب، هل في اي تواصل بيحصل ما بين الولد والبنت؟ ايوه عادي جدا يحصل فيه تواصل ويحصل فيه كلام، لكن ليها حدود معينه. وعشان ما اطولش في الفيديو ده استنوني في الفيديو الجاي، هتكلم عن حدود الكلام ما بين ولادنا، سواء في المدرسه، سواء في الجامعه، سواء بين الست والراجل، حتى في الشغل. كان معاكم كوتش نهى موسى، اول كوتش حدود في الوطن العربي. تابعينه تابعوني، وهنتكلم عن كل حاجة تخص الحدود. أشوفكم على خير.